بسم الله توكلنا على الله. أسعد الله يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بنعمة وصحة وعافية. أنا عامل بث في الفيسبوك وعامل بث في التويتر، فأهلا وسهلا بمن انضم وحياكم الله. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، روحي داخل الروح. يا مرحبا، مساء النور والعافية، حياكم الله. أهلا وسهلا، يا مرحبا بأهل الفيس، يا مرحبا بأهل التويتر، حياكم الله فوق العين والرأس. ارحبوا يا رب، يا رب، واثقين انك رح تنال قلب. يا رب، يا رب، ان شاء الله. أنا والله اهلا وسهلا الذين يحبون وياكم الله. الله يحفظكم. ما شاء الله مساك الله يبارك فيك. ان شاء الله مش خايف والله، ما دام معايا يعني جمهور مثلكم مش خايف والله، وانا ان شاء الله ما راح نقصر بالنسبه للصوت. يا مستجيب الداعي، واحد كاتب قال ليش ما تغني يا مستجيب الداعي؟ جب دعوتي بسراعي، اشفي جميع اوجاعي، يا مرتجى يا رحمن. والله قال لك البرنامج هذا طلع مسلسل تركي. والله اني اكثر واحد يريد يخلص البرنامج هذا. اخي تعبنا اكثر من 24 واحنا قاعدين في البرنامج، وكل يوم واحنا شغل، كل يوم واحنا بنحاول نطلع باحسن ظهور، كل يوم ملابس، كل يوم بروفات. طفوا عشان في لبنان بيطفوا، مش عندنا في اليمن بس. أتفيك انت، ايوه بيطفوا في كل مكان. هذه بشرى سر لاصحابنا في اليمن. الرسائل كثير. اول شيء احطوا في بالكم الرسائل كثير، فاحاول قدر الامكان اني الاحقكم. وعندي هنا تويتر وعندي ايضا فيسبوك. لعبد المجيد ان شاء الله بنغني ان شاء الله، اذا المراحل الجايه بتكون ان شاء الله معنا مساحه اكثر نغني. فرحة وطن، والله اتمنى احسن هاشتاج فرحة وطن، والله العظيم احسن هاشتاج. والحمد لله يعني من الاشياء الجميله انه اول هاشتاج يمني، يوصل ترند هو هاشتاج فرحة وطن، اللي هو الهاشتاج تبعي. الله يبارك فيكم، وشكرا لكل من ساعدني ووصلني لهذا المسلسل. فيكم بالذات اصحاب تويتر، اقسم بالله يعني ناس معجبين في التويتر يا اخي، شغالين. الله يحفظكم، الله يحفظكم، صدق والله الله يحفظكم. احب صنعاء ولي في العشق صنعاء، واحب احوم خلي من سفح صنعاء، الا يا ليتلي في العشق صنعاء، وانا كل ما نسنس يماني، انا ولا كل ما نسنس يماني. يا حي بتويتر، يا مرحبا. طبعا في واحد الان بواحد بيذكرني بالاغاني وانا قاعد اغني على طول. ان شاء الله بحاول اقدم غني لونين باذن الله. بيقول غني خليجي يمني، بحاول ادمج. طبعا معلومه بس، الخليجي واليمني نفس الشيء، وانتم عارفين الاصل وين. الله والله الهاشتاج فرحني. الله يبارك فيكم، الله يحفظكم. اسعد الله مساكم يا جماعه. وين مهند؟ مهند الان عنده مكالمه، اول ما يخلص ان شاء الله بينضم لي. تمام، بنحاول الاغاني. طب ما شاء الله كلهم بيطلبوا اغاني. على عيني وراسي، على عيني وراسي، على عيني وراسي. في واحد شو قال؟ الله يبارك في واحد كتب كلام حالي. يا ساتر يا ساتر، خليني اصلح هذا دقيقة، بين اصلح التلفون الثاني. اللي كتب انا اموت فيكم، انا والله اني اموت فيكم. الله يحفظكم. انا لابس معوزة، معوز والله ما بيرتاح الا بالمعوز الصدق. انا والله احبكم ايضا والحمد لله. انت رايع من صغرك. الله يبارك فيكم. غني لايوب طارش، ايوب طارش الله يحفظه، الفنان الاجمل والاروع. خليني اثبت تلفون جني. صبر ايوه. مسكين يا ناس من قالوا حبيب عروس، مسكين يا من قالوا حبيب عروس، افرحوا امرض مرض ما الموت ما يموت،
انا شكلي بغني لكم الاغاني اللي طلبتهم كلها هنا اليوم، وبعدين في الاغاني في اللايف يكون شغل يعني اللي انا حافظ له ومتقن له. وبعدين حطوا معلومة مهمة، انه الاغاني اللي انا اغنيها او بنغنيها في اللايف هي يعني في شرط اساسي، نفس ما قلت لكم كل مرة، انه ضروري انك تغني اغاني معروفة. يعني صح جمهور يمنيين وخليجيين، بس ضروري يكون ايضا في جمهور ثاني بيتابعوا، وضروري يفهموا الكلمة اللي اقولها، وايضا يفهموا الطريقة. ولا انا اتمنى اني اغني على طول، اغني لهم صنعاني حضرمي، اغني مرة اخترعت اني اغني اغنية والله احبها، ان شاء الله يوافقوا عليها باذن الله. بشر النت عندنا في صنعاء، ايوه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. الاغاني اللي طلبتون على عيني وراسي، والله انا اتمنى اني اكون فخر. الله يبارك فيكم، وانا افتخر فيكم والله، مفتخر باصلي ومفتخر بفصلي ومفتخر بعاداتي وتقاليدي كيف عيب انك تلبس احمد فهمي الجنبي على بجانب يحصل لي عصر الله. احنا كنا بنلعب بلياردو، وكان يعني وانا بلبس يعني، فقلت بلبسها ثوب، طلع الرجال اطول مني، قد انتم شايفين الفرق الطول، ما اسوي يا اخي، الرجال طويل ما شاء الله. ف لبستها الجنبيه والشال، وقلت لها ان شاء الله بنفصل لك ثوب مخصص لكم انتم الطوال وبنلبسك. قال لي ان شاء الله، بس هو الرجال مرتاح وعجبتها الجنبيه، وان شاء الله قدر الامكان بحاول اني اجيب لي مجموعه جنابي واجيب من هذا الطاقم الشيء والاداره البي سي. حسين جسمي، بحاول اغني لحسين جسمي. طيب انا بين بث، اللي بيشوف هنا في التويتر ضعيف، انا بين بث في صفحتي الشخصيه في الفيسبوك. اظن البث هنا في الفيسبوك بيكون مش عارف شو بيكون ضعيف في التويتر. طلب مباشر اغنيه نادر الجرادي يحسدوني على حظي، ايوه. الله يرحمه، الله يرحمك يا استاذ نادر الجرادي، الله يرحمه يا شباب. نادر الجرادي انا اعرفه شخصيا، الله يحفظه، من اجمل الشخصيات، ولد محترم، الله يرحمه الله يرحمه. يحسدوني على حظي وانا حظي عواج، كل ما قلت بتسبر تزيد في العواج، حظي عوج وزيد، ابليس قال لي تزوج. والله انا اللي حظي عوج. الله يلعن ابو واشر لي بالزواج. طيب هذا شيء مهم في حلقة اختلق قبل، ان شاء الله بحاول اوثق حساباتي في جميع مواقع السوشيال ميديا. طيب انا حاط هنا يا شباب، حاط هنا يعني نقاط اتكلم عليهن، فالتعليقات ما راح تخليني اقرا ولا اي نقطه. عمر على يثبت قيمة تقديم كل مشترك يوم الجمعة من أول حلقة إلى آخرها، والله مش عارف. الحلقة الجاية الجمعة بيكون على إنه بيغني كل واحد، ولا ما يصلحش إني أقول، خليها مفاجأة، خليها لكم مفاجأة. بسم الله. أول نقطة، أنا بيتواصل معكم، وأقسم بالله إني أحاول قدر الإمكان إني أتواصل معكم في السوشيال ميديا، في تويتر، في الفيسبوك، في الانستغرام، في الواتس. بس في واحد الله يسامحه، في الواتس نشر رقمي، والآن في الواتس أكثر من 55,000 رسالة، ومش قادر ارد، لدرجة اني يعني غيرت الرقم، والله يسامح علينا شر الرقم، ما علينا. اهم شيء اعذروني بالنسبة للواتس، واقسم بالله اني مش قادر ارد على شخص، يعني الوضع بتشوفوا اكثر من 55,000 رسالة صعب. وعندي ايضا الفيسبوك والانستغرام والتويتر، وانا 24 ساعة قاعد على السوشيال ميديا، واحاول اني ارد اتفاعل معاكم، واحاول قدر الامكان انه اكسب قلوبكم واكسب حبكم، وهذا الشيء المهم، وهذا راس مالي صراحة. طيب النقطة الثانية، وصلت هذا الحمد لله، الله لك الحمد، بفضل الله ثم بفضلكم، فضل تصويتكم وجهدكم وحبكم لي. طيب بالأردن عاملين حملة دعم العمار، الله يبارك فيكم، الله يحفظكم، وشكرا، انتم طيبين وانا استاهل، الله يحفظكم. فوصلنا لهذه النقطة بفضل الله ثم بفضلكم وجهدكم تصويتكم، وهذا شيء كبير وانا افتخر فيه. بس المرحلة اللي جاية هذه بتكون مرحلة أصعب، بيكون التحدي أقوى. يعني أنتم شايفين ما شاء الله الأصوات كلها قوية، يعني ما نقدر نميز من الأقوى من الأضعاف، لأنه الشباب ما شاء الله كلهم قويين، كلهم خامس صوت، يعني في منافسة قوية. الآن الوحيد اللي يحدد من هو الفاز هو التصويت، وأنا الحمد لله واثق من الجمهور اللي معي. بس ضروري نكثف في المرحلة الجاية، ضروري نشتغل أكثر، ضروري نحن ننشر أكثر، لأنه هذه الأشياء اللي بتكون فاصلة. نحن تعبنا، والله تعبنا كثير، أنا تعبت كثير، وأنتم تعبتوا كثير. يعني مثل ما قال واحد بدون مسلسل تركي ما رضاش يخلص، والله ما حق
الله يبارك فيكم. فتعبنا وباقي 3 أسابيع، أتمنى ان احنا نتجمل فيهم ونجيب اللقب بإذن الله. بإذن الله بغني. خلوني أتذكر نقاط تبعي. الله يبارك فيكم. توجه ناحية الجمهور الخارجي العربي منهم تناسب الذوق. طيب أنا بحاول قدر الإمكان في هذا الشيء، بس أكون صريح معكم. أنا أعرف أغني، أعرف أغني مصري، أعرف أغني عراقي، بس خليني بالشيء اللي أنا أبدع فيه، بالشيء اللي أنا أحبه، بالشيء اللي أنا أتقنه، بالشيء اللي هم مش سامعينه ولا حد يقدر يجيبه. بكون على اللون اليمني والخليجي، لأنه هذا الشيء اللي ما حد يقدر يجيبه من الموجود اللي معي. اللهم صل وسلم على رسول الله. لا تصدق يا عمان. الله يبارك فيك. ما علينا. طيب النقطة الثانية. طيب أنا بحاول إن شاء الله المراحل الجاية إني أجيب أفضل ما عندي. بحاول إني أجيب الشيء الصعب اللي ما حد يقدر يجيبه. بحاول إني أتميز، وأنتم إن شاء الله كثفوا الجهد، كثفوا التصويت. الله يبارك فيكم. كلنا نحبك يا عمار، وأنا والله إني أحبكم في كل شيء على رسول سليمان. طيب عمار، أي اسم ولدك؟ ما علينا. عبد الرحمن حدد يمين. عبد الرحمن حدد يمين أكيد، ومن أقوى الأصوات، وفي أغاني جدا جميلة له. لا تهتم، عندك جمهور عظيم، واثق من هذا الشيء. مقطع من غدار الليل. الله يحفظك. غدار الليل رحلة طويلة والحمولة على قلبي ثقيلة، والسفر طال ما باليد حيلة، من فراق المحب والبال حيران. ان شاء الله ناوي اغني الجورج. صدقوني احاول اغني الجورج، لان من اغاني انا في اغاني احبها له. ان شاء الله انا قدها باذن الله، وانتم قد هذا الشيء، واحنا قد التحدي، وان شاء الله بنوصل. جمهوري خوف اكيد. تويتر صاحبك مهند قلبي حسد المره ما، ان شاء الله ربكم يكتب ما فيه الخير. بالاول الاخير الشاب اللي بيخرج ولا بيواصل ولا يخرج من البرنامج هو صار حاجه كبيره، والناس كلهم يعرفوه، والحمد لله. يعني الان الشباب شغالين وانا شغال، وصار عندي جمهور وقاعده جماهيريه. مهند نفس الشيء، الناس بيحبوه بشكل كبير جدا في اليمن، في العراق، في الاردن. فيعني اي واحد بيخرج صار له يعني ما هوش خسران ابدا. احنا ما في الان. وبعدين في معلومه انه في نهايه الحلقه احنا كلنا بنشتغل حتى 13. حرام عليك تكفي لي الشباك. جدا روعه ان شاء الله. الله يا كثر حبي لك انت والله. الله يبارك فيكم. المرحله الجايه ايش رايكم يا شباب؟ ايش رايكم اللي يقدر يعمل الان مشاركه البث؟ حاول نقدر ننشر البث قدر الامكان. اعملوا مشاركه البث. ايوه اعملوا مشاركه. الله يبارك فيكم. اهل اب امريكا انا افدالهم. الله يبارك فيكم. والجاليه الامريكا في الجاليه اليمنيه في امريكا، بيض الله وجهكم. اقسم بالله في تصويت ودعم من امريكا يعني يرفع الراس. اي نعم. عمار يسجل. معاذ الله يبارك. الله يبارك فيكم. طيب سؤالك يا ريت اللي بيصوت عدة مرات من رقم واحد تحسب صوت واحد؟ لا، اللي ان شاء الله تقدر تصوت 1000 مرة من تلفونك بيوصل يعني نفس الشيء، بيوصل 1000 صوت. واشكرك على جهدك يا حبيبي، واشكرك على اهتمامك. نورتنا الليلة. غني ان شاء الله باذن الله. نشتيق تغني ظبي اليمن. ظبي اليمن يا حلا يا روح من يهواك، حاولت ألقاك لكن ما استطعت أنساك. ظبي اليمن يا حلا يا روح من يهواك، حاولت أنساك لكن ما استطعت أنساك كيف الحشا يا صاحبي مرعاك، القلب لك في الطريق هذا صور مفروش، لا افتش مغطى ولا غطي على مفتوش. لا لدان يا لدان قولوا يا ليلة دانا يا لدانا دان يا ليلة دانا يا لدانا لدان يا ليلة يا لدانا لدان يا ليلة دانا يا لدانا لدان. عبد الرحمن حدد بقيله يا سيدي وعين ما تشيل هم. الجمعة يا من لقى. اوه يا من لقى. اسمعوا هذه يا من لقى.
يا من لا في لحن لها. اللحن الأول: يا من لاقى قلبي المضنى ورده إلي بشرته وسعى بشرته وسعى ذله الروح والموج ما عاد معي يا لاقي الضيعة يا لاقي الضيعة. هذا اللحن تبعها. لا اله الا الله. اللهم صل على وسلم. نرجع للنقاط. في طبعا انا شايف كذا شبه يعني الناس منزعجين لانه يعقوب وامير ما شاء الله جمهورهم اكبر في السوشيال ميديا. خليني اقول لكم هذا الشيء اللي انا واثق منه ان جمهوري اكبر من الكل. ليش؟ لانه ماش معنا نت، ماش معنا كهرباء. الشعب اليمني يعني للاسف ما هوش يعني عنده ثقافة واسعة بالسوشيال ميديا. يمكن اغلبية الناس عندها حد في الواتس. علشان كذا انا عارف اني في قلب كل يمني، وعارف ان جمهوري اقوى من الكل، وانه لو في عندنا نت في اليمن ان احنا يعني بنصير بالملايين. وانا متأكد ان في ناس كثير بيشاركوني هذا الرأي. اللي بيشاركني هذا الرأي يعمل لايك. ولا لو في نت في اليمن ان احنا اكثر تفاعل في السوشيال ميديا. انا كنت مرت علي فترة كنت اقول اوف ليش هم يعني اكثر مني، بس ذكرت انه لو انا في اليمن ما راح اقدر ادخل الفيسبوك، ما راح ادخل يعني السوشيال ميديا. عشان كذا مرتاح. مهند هذا مهند اللي يسأل على مهند، بس عاد يخلص شغله ويجيني. تمام. لا تأمل وقت يا غالي على هناك المقطع. ما راح اتكلم عن العقد لانه هذا اشياء خاصة ان شاء الله تعرفوها في المستقبل باذن الله. عشان كذا حابين نوصل انه هو قوي. الانترنت والكهرباء سبب كبير في انه عدم تواجد الناس في السوشيال ميديا. بس انا متاكد يعني اللي شايف التفاعل في صنعاء، في اللوحات في صنعاء وفي محافظة الجمهورية ما شاء الله شغالين والناس بيحبوا. يعني 55,000 رسالة في الواتس يعني في خلال اسبوع. الناس يحبوك، داين الناس معك، وهذا شيء نتشرف فيه. رسول يقوم تحصل لقب ان شاء الله باذن الله. بحصل لقب باذن الله اذا ربكم معنا. توحشني وانت بجنبي ترى ما تبغى سمعنا. رسول يبلغ الاشاره والله. رسول يقوم بلغ لي اشاره الى عند الحبيب الطيب. مش انا حافظها نسيتها. اهلا الخير. هاي شو اخباركم؟ اعرفكم على مهند. بالله اللي بيحب مهند يعمل قلب. اشتقنا لكم كثير. يعملوا قلب اللي بيحب مهند. شوف القلب لا يشتغل الان يا مهند تستاهل. اهل سوريا معي. الله يبارك فيكم. والله اني اتشرف. حاجه تسعد النفس. هني جاي وين راح؟ طيب يا شباب يا ليت الهمة بالتصويت ان شاء الله. مهند الان بيرجع. اهل سوريا على راسي وعني. اهل سوريا الله يبارك فيكم. الله نسأل الله انه يفرج ما بنا وبكم من هم ومصاب يا رب. في نقطة اللي هي التمسك بالعادات والتقاليد. بحب اناقشها معكم انه انا قدر الامكان. تفضل يا سيد. تفضل قول يا قول. اهلا قول. فالعادات والتقاليد طبعا ايش اللي بنحب فيه مهند انه هذا البني ادم يعني اصله بدوي، والبداوة يعني نفس عاداتنا وتقاليدنا. يعني والله العظيم كان يعني حتى العصيدة يوم الله في السفيان في لبنان جاب لي عصيدة. الا العصيدة لا تفضحنا. فجاب العصيدة وسأل قال كيف العصيدة يا مهند؟ والله جنن والله العظيم. الرجال هذا اللي يعجبني فيه انه قلت هذه عصيدة، قاعد طلع يعرفها فقال الشمال. قلت يا رجال اهبش بيدك. ما لقيت شو يا حبيبي، انا اكلت بايدي. اقول لك في البداية بس اعطيني الصحن ايوه تحت اعطيني. اهم شيء
فأكلنا شوف أهل الجزائر كلهم معكم. يعقوب وين؟ يعقوب مش عارف وين بالضبط، لأن هذه غرفتي أنا ومهند، فبنعمل بث أنا وياه. والله فسفيان الله يبارك فيه جاب لنا العصيدة على حلبة ولا دجاجة، فما قصر الله يبارك فيه. صراحة الله كنت تعبان وصحصحت بسببها. قال لك واحد ايوه مروان قال لك ما اسمع صوتك لا اكيد والله ما حد بيصوت يعني بيشجعنا ويحيل المسرح غير الجمهور اليمني. الله يبارك فيكم، الف شكر يا شباب. تحياتي للجمهور اليمني اللي دائما رافع راسه في عمار وفي المسرح دائما، والله راسه مرفوع والله بيشجعوكم الكل. واحد كاتب اهل السعوديه معك، الله يبارك فيكم، اتشرف والله. اسوي على تويتر شوي لو احنا متابعين. طيب بس تويتر هنا في عدد وهنا في عدد كبير جدا، اتمنى تشبث يا شباب. طيب اللهم صل وسلم على رسول الله. خلاص انا بتابع تويتر وانت تتابع الفيسبوك. طيب هاي شو اخباركم؟ بنتكلم عن العادات. نتكلم عن العادات التقاليد. العادات التقاليد. فالعادات التقاليد يا شباب انه بنحاول نحن نمثلها احنا كشباب، يعني كشاب ما يخرج من اليمن مش معناته انه بلبس كاجوال. انا انسان يعني اللي يعرف شخصيا بيعرف ان عمار يحب يلبس كاجوال وجينز وحركات بدلات، بس لما توصل اماكن بتمثل فيها بلادك والناس كلهم بيعرفوها بيشوفوها، المفروض انك تلبس زيك، تفخر في لبسك، وهذا الشيء يعني جدا جميل. الكل اللي يتابع اغنيه ليلى لو باقي ليلى الفنان الكبير راحل عبد الرب ادريس الله يرحمه، لبس الزي اليمني، والكل شاف الفرق ما بين الزي اليمني واللبس الكاجوال. في فرق من ناحيه مش عارف، احس انه أجمل. حتى الثوب نفسه لبسه احس انه مناسب اكثر من لبس البنطلون من ناحيه طيب تعال جنبي، من ناحيه يعني ايوه تعال هنا. اللبس الثوب بيكون مناسب اكثر رسميه. تفضل يا سيدي عين، تفضل. تفضل يا سيدي. الناس بيحكوا لي هون احكي يمني. اي نعم والله ما بعرف. فهذا الشيء انا احس انه شرف كبير اني امثل بلادي، حتى بالنسبه للبس، بالنسبه للعادات التقاليد بنحاول قدر الامكان اني اتمسك فيها، والحمد لله الكل صح في فروق، بالذات في فروق بيني وبين بعض الشباب، بس الحمد لله انا افتخر في هذه الفروق واحس انه انا على صح واني بنمشي صح. سرقت النوم من داخل عيوني. الله يبارك فيكم. مهند بيسلموا عليك. طيب في هدف. في ناس بيسألوني كثير قالوا ايش هدفك بعد البرنامج؟ طبعا هدفي انه التعب هذا ما يروح على الفاضي. هدفي اني بعد كل هذا التعب والارهاق اني اخرج التراث اليمني والمحصول اليمني واللون اليمني بشكل جميل بتوزيع جديد، بحيث ان اي واحد يسمع اللون اليمني بيحبه ينطرب له. بالله اللي مش سامع اغنيه تجيني وقت ما تشتي، مهند لو تجيب لي نفذ لك ولا عدفي اللي سامع اغنيه تجيني وقت ما اشتي، انا مغني هي اغنيه صنعانيه بس غنيتها على البيانو بطريقه هادئه والكل تقبلها، حتى اصدقاء لي هنا في لبنان تقبلوا الاغنيه وحبوها. فهذا هدفي انه اخرج اللون اليمني للناس كامل يحبوه. احسن ما طيب تفضل يا مهند دورك تكلم. انا مستمع لك. احب اتكلم والله ما يصير جنبي هنا وانت فنان كبير. الناس هون على تويتر بيحكوا يحكي يمني. يلا قول. يلا علمني كم. قول انا فدالك. انا فدالكم والله. انا فدالكم والله. شو كمان؟ طيب شو كمان؟ انت بتتكلم يمني منين؟ يا ليت عندي. بالله غنية. اسكت بلا فضايح قدام الناس. بالله غنية. والله انا الكل حافظ الله. الفيلم مصري. حق محمد هنيدي. يا ليت عندي عصيدة 4 صياني مرق. انا لما عملت لك هيك في اعتقد يا شخص يا صبيه حكت لي اضرب عمار كف عشان يرد علي. طيب. شفت الكف ما احلى كف؟ كف الحنين. كيوت. يا مهند بوسه مني العمار. مروان انا اعرفك انت في لبنان باجي لك البيت. اللهم صل على سيدنا رسول الله. ايوه طيب اوكي. اغنية احب صنعاء غنيتها. بعادك انتم ولا. ايوه بالله واحد يقول لك قول بعدي. جاي يقول لي بيتهم على طلعه. 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 يعني هذا لو واحد جاي يعني جاي يمدح نفسه
فانت اول ما تقول له قول لي جاي، يقول لي بيتي، يعني على اساس انك انسان مميز. على اساس انك يعني اي ناس. طيب. وين كنا؟ عجبني عندك جرى، عرفت كل ما نور المسرح وسيرة تغني، عاد كله صغير وادري عليك الهوى يا جرح ما له دواء. مهند بذكاء يسحب جمهورك يا عمار، يا اخي يفداه الجمهور، والله يفداه. لكم صلى الله عليه وسلم، مهند يستاهل كل شيء. فجمهورين عارف انه ما حد بقى يسحبه اصلا، ولا تقول هذا الشيء وبعدين مهند يستاهل. جمهور وجمهور عمار واحد يا اخي شوف الكلام. اذا انا طلعت من البرنامج جمهوري لا عمار مهند لك والله. قلبي انت عمار. قال لك والله انك يمني يمني. قال لك وصل سلامي المهند، وفي واحد سلم عليك يا مهند. على راسي والله. الله يبارك على فيك. راسي. رجاء خاص سلم على نانسي من عيوني، اسلمك على نانسي، هذا اذا حصلنا. مستنينها بالجزائر ان شاء الله ان شاء الله. اكيد نانسي بتروح الجزائر، مش عارف شو جدول لها. رجاء خاص سلم على، يا الله اغنية لنا الله. اتقلب على جمر النظام، اتقلب أتذكر عهد مضى زمان. ربيع زيود ربيع أهلا وسهلا. ربيع هذا مشارك معنا في عرب ايدل. ربيع قلبي حبيبي، ممثل سوريا. أهلا وسهلا يا ربيع، يا مرحبا، حياكم الله فوق العين والرأس ونحبوه والله يا ربيع. معاكم حبايب، معاكم، احنا معاكم هون وهون. خليك هنا، أنت خلي هنا. ما هون كلهم عمار رد عمار رد. يا حبايبي تفضلوا منور. ربيع غني لنا سلكت النوم. الموسيقى بتحكم الصوت اكثر، يعني عشان كذا ما بنقدرش نطلع راحتنا مع الموسيقى. قال لك والله حبينا مهند من حب العمار، يعني شوف الله يبارك. الله يحفظكم يا رب، الله يحفظكم ان شاء الله، ودعمكم لعمار ان شاء الله للنهايه ان شاء الله. الله يبارك فيك. طيب عمار منور الفيسبوك، ربي يرضى عليكم، الله يفتح عليكم. عبد الملك اجابك من بلادك لا بلادي، ايش اللي خلاك تسكن في فؤادي. بجيب الاغاني اللي تريدوها اليوم، هانا فاضي لكم وعلى راسكم سامر اليوم. اعملوا مشاركة، خلونا اليوم اكثر يعني نتابعوا اكثر شيء. الله تحية المهند والاردن الشقيق على راسي. كم رقمك يا مهند عشان نصوت لك؟ 20. رقمي 20 وعمار كمان رقمك 14. ايش مصر محمد؟ كل اسبوع هذا ان شاء الله. مهند اللي من الجزائر. عطى سيارة. اهلا وسهلا، مرحبا يا مرحبا حبيبي. منورين اهل الجزائر، منورين، الله يباركم اهل المغرب. مساء الورد يا اغلى انسان، الله يبارك فيكم، الله عليك ولا تستاهلوا بالله. الله ركز مع منشات العضو المباشرة، اني بكون زي المجنون. وانا ما برد لانه عمار بيتكلم، فاني انا اجي ارد هون وهو بيتكلم. عمار قول اسمي غزلان مرات. غزلان حياك الله يا غزلان. غني يا نسيم الصباح، يا نسيم الصباح، سلم على بهي الخاد، نبهه من ما نام، قل له إني على عهدي بحبه مقيد حتى يوم القيامة. سمعت الأغنية؟ طبعا. نعم. يا نسيم الصباح. من الأردن، مهند الأردن، تعال مهند من الأردن هنا، عرفت ولا لا؟ مهند الخطيب. مهند الخطيب حبيب قلبي، يا هلا بالصلعة الغانمة، يا مرحبا. وحشتنا يا مهند والله انك وحشتنا. وينه مهند؟ تعال. يقول لك انا من الأردن. انا حسبتك ذاك محمد اللي كان معنا من المعضل. مهند راح. ايوه شريك الغرفة كان. ايوه اي نعم. انت عارف انه كان معي بالغرفة مهندين كانوا ايوه بنفس الغرفة. اتذكر في هسه انا وعمار بغرفة واحدة. مهند حبيبي. اي نعم. عمار الغالي. ايوه يا نسيم الصباح. اهل مصر على راسنا والله، اهل القاهرة. اهلا وسهلا باهل مصر، يا مرحبا. على العموم كم صار لنا كثير ننهي. يا صغر الفرحة في قلبي، غنيها. يا صغر الفرحة في قلبي، ويا كثر الألم والله، تغرب في زمن الناس وزود ظلمهم هجرا. فقدتك يا أعز الناس. بسام الأمري،
على راسي. فقدتك يا أعز الناس، فقدت الحب والطيبة، وأنا من لي بهالدنيا سواك إن طالت الغيبة، وأنا من لي بهالدنيا سواك إن طالت الغيبة. بدأنا نتعب. على العموم يا شباب، باقي نقطة أخيرة. أتمنى من الله أن بلادنا يعمها الأمن والأمان، وأن إحنا قيم التسامح والمحبة والسلام في بلادنا، والكل يركز على هذا الشيء. وأتمنى من الله أنه الحروب تنتهي والمشاكل، ونرجع مثل ما كنا وأحسن، ونسأل الله العافية. وأذكركم حاجة بسيطة قبل ما أخرج: التصويت، وأتمنى من الله تتفعلوا حسابات